أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. صدر هذا الكلام من إبليس حينما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا، نعم سجدوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. فسأله الله عز وجل: ما منعك أن تسجد؟ قال: أنا خير منه. رسالة ودرس أخلاقي لنا أيها الأحبة، ألا نرى أنفسنا فوق أحد. حتى لو كنت أنا مسؤول على مجموعة من الموظفين، لا يعني هذا أنني أعلى رتبة منهم وأنظر لهم بنظرة دونية، أو شخص أختلف معه وأريد أن أحط من قدره من أعين الناس، فهذا الأمر من عمل النفس والشيطان. فليس لي الحق بأن أنظر بنظرة دونية أو أستنقص الغير. فيجب على الإنسان المسلم، أنا إنسان مسلم، أن لا أنظر إلى زيد من الناس بنظرة دونية. حتى لو ترى أنك عابدا، أنا شخص عابد وأشوف أشخاص مقصرين، يعني لا أنظر لهم بنظرة استصغار، بل قل لعله أفضل مني. لا تقارن نفسك بأحد. عليكم أنفسكم، على الإنسان أن ينشغل بنفسه، أن لا يجعل الدافع النفسي هو المسيطر، بل كن شخصية عظيمة، تقية، نقية، بعيدة كل البعد عن الغل والحسد. لهذا ورد عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه 10 خصال. 10 خصال. بعد أن ذكر الإمام الخصال 9 وصل إلى 10 وقال: 10 ما 10؟ قيل له: ما هي؟ قال عليه السلام: أن لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. وقال عليه السلام: إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له. يقول الإمام: ربما يقوم بأعمال صالحة في السر وأنت لا تدري، وخيري ظاهر وهو شر لي. ربما أنا أقوم بالعمل الصالح علنا ولكن لا أدري، ربما حصل في عملي بعض الرياء ولم يتقبل مني. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه. الإمام عليه السلام أراد أن يربي هذه النفوس، أراد أن يجعلها في رقي من خلال التواضع وحسن الظن بالآخرين. أراد أن يعلمنا أننا لا ندري كيف تتقلب الأحوال. فعلى الإنسان المسلم أن يردد دائما ويسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.